الحقيقة عن الموهبة والإنجاز. تخيل كده معايا توماس إديسون. حاول تشوفه قدامك كأنه مشهد حي. فكر، هو فين وبيعمل إيه؟ هل هو لوحده؟ أنا سألت ناس وكلهم قالوا حاجات زي مثلا هو في ورشته وسط الأجهزة والمعدات بيشتغل على الفونوغراف وبيجرب حاجات وفجأة ينجح. طيب هو لوحده؟ هو بيشتغل لوحده عشان هو الوحيد اللي عارف هو عايز يوصل لإيه. أو ناس قالوا هو مثلا في نيوجيرسي لابس بلطو أبيض وواقف في معمل وبيبص على لمبة وفجأة تشتغل. هو لوحده؟ هو شكله شخص منطوي بيحب يشتغل لوحده. لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. إديسون ما كانش شغال لوحده خالص. علشان يخترع اللمبة كان عنده حوالي 30 مساعد، من ضمنهم علماء مدربين كويس جدا وبيشتغلوا ساعات طويلة، لدرجة إنهم كانوا أوقات بيشتغلوا 24 ساعة في اليوم، وبيشتغلوا في معمل حديث ممول من شركة كبيرة. الموضوع ما حصلش في لحظة فجأة. إحنا دايما بنربط اللمبة بلحظة فكرة عبقرية كده تنور فجأة، بس الحقيقة إن مفيش لحظة واحدة حصل فيها الاختراع. اللمبة نفسها ما كانتش اختراع واحد، دي كانت شبكة من اختراعات كتير ومعقدة، وكل اختراع فيهم احتاج وقت ومجهود من كيميائيين وفيزيائيين، واحتاج رياضيين ومهندسين، وكمان ناس متخصصين في نفخ الزجاج. إديسون ما كانش هاوي بسيط أو عبقري منعزل عن الناس، ده كان رجل أعمال ذكي وفاهم كويس قوي قيمة اختراعاته تجاريا. كمان كان بيعرف يتعامل مع الإعلام كويس جدا، وكان ساعات بينسب اختراعات لنفسه لمجرد إنه بيعرف يسوقها في الصحافة أسرع من غيره. هو كان عبقري، بس ما كانش كده من الأول. كاتب سيرته الذاتية بول إسرائيل هو راجع كل المعلومات المتاحة عنه، بيقول إنه كان ولد عادي زي أي حد في سنه في الوقت ده. كان بيحب التجارب والحاجات الميكانيكية يمكن أكتر شوية من العادي، بس الأجهزة والتكنولوجيا وقتها كانت حاجة طبيعية في حياة الولاد في الغرب الأوسط من أمريكا. اللي فرقه عن غيره في الآخر كانت طريقته في التفكير والإصرار بتاعه. فضل دايما الطفل اللي عنده فضول وبيحب يجرب ويخترع، ولما زمايله كبروا وأخدوا أماكنهم في المجتمع هو كان لسه بيركب القطار من مدينة للتانية يتعلم كل حاجة عن التلغراف، وبيطور نفسه بنفسه من غير توقف لحد ما بقى من أهم المبتكرين في مجاله. والحقيقة اللي خيبت ظن مراتاته إن حبه الحقيقي طول عمره كان هو تحسين نفسه والاختراع، بس في المجال بتاعه وبس. في خرافات كتير حوالين الموهبة والإنجاز، وخصوصا أسطورة العبقري اللي بيطلع حاجة مذهلة فجأة وهو لوحده. بس الحقيقة داروين مثلا كتابه المشهور أصل الأنواع ما كانش وليد لحظة، ده أخد منه سنين شغل ميداني ونقاشات كتير مع زمايله وأساتذته ومسودات أولية كتير، ونص عمره من الالتزام والاجتهاد. حتى موزارت اللي احنا بنعتبره معجزة موسيقية اشتغل أكتر من 10 سنين قبل ما يطلع حاجة فعلا نعتبرها مميزة. قبل كده موسيقاه ما كانتش أصلية قوي يعني، وكتير من مؤلفاته كانت عبارة عن تجميع لقطع من موسيقيين تانيين. الفصل ده بيتكلم عن المكونات الحقيقية للإنجاز. ليه في ناس محققتش اللي احنا كنا متوقعينه منهم، وليه في ناس تانية حققت أكتر بكتير من اللي احنا كنا فاكرينه. طريقة التفكير والتحصيل الدراسي. تعالوا ننزل من عالم موزارت وداروين العالم السماوي ونرجع للأرض علشان نشوف إزاي طريقة التفكير بتفرق في النجاح الحقيقي. بصراحة لما بشوف طالب واحد بيتغير تماما لما بيكتشف فكرة عقلية النمو،
ده بيأثر فيا أكتر من كل حكايات العباقرة. يمكن علشان ده بيقربنا أكتر من اللي حصل لنا وإحنا صغيرين، وليه بقينا في المكان اللي إحنا فيه دلوقتي، وكمان عن أولادنا وقدرتهم يوصلوا لإيه. في دراسة عملناها إحنا قسنا طريقة تفكير الطلاب وهم داخلين مرحلة الإعدادية. هل هم شايفين إن الذكاء حاجة ثابتة ولا حاجة ممكن تتطور؟ وبعدين تابعناهم لمدة 2 سنين. المرحلة دي كانت صعبة جدا على الطلاب، المناهج بتبقى أصعب وطريقة التصحيح بتبقى قاسية، والمدرسين بيبقوا أقل قربا من الطلاب، وكل ده بيحصل في نفس الوقت اللي جسمهم بيتغير فيه وبيبدأوا يفكروا في أدوارهم كأنهم كبار. النتيجة إيه؟ النتيجة إن الدرجات بتبدأ تنزل، بس مش كل الدرجات بتنزل بنفس الشكل. في دراستنا الطلاب اللي عندهم عقلية ثابتة هم بس اللي حصل لهم انخفاض في درجاتهم نزلت بسرعة، وكل ما الوقت عدى كانوا بيقدموا أداء أضعف وأضعف. أما اللي عندهم عقلية النمو فكانت درجاتهم بتتحسن مع الوقت. المثير إن الاتنين كانوا جايبين نفس الدرجات وهم في مرحلة الابتدائي، ومفيش فرق واضح بينهم، لكن لما واجهوا تحدي الإعدادية سلوكهم ونتائجهم بدأت تختلف. الطلاب أصحاب العقلية الثابتة لما كانوا بيجيبوا درجات وحشة كانوا بيلوموا نفسهم ويقولوا أنا أغبى واحد أو أنا فاشل في الرياضيات، وفي ناس منهم برضو كانوا بيغطوا الإحساس ده بالهجوم على المدرسين. ومدرس الرياضة راجل سمين وحقير، ومدرس الإنجليزي شكله مش كويس، والمدرس الفلاني بيشرب مخدرات. تحليلاتهم دي مش بس مش مفيدة، دي كمان مش بتقدم لهم أي طريق للنجاح. على العكس، الطلاب اللي عندهم عقلية النمو لما كانوا بيحسوا بالإحباط كانوا بيشدوا حيلهم أكتر. قالوا لنا إن هم ساعات بيحسوا بالإرهاق، بس رد فعلهم بيبقى إيه؟ إن هم يشمروا ويشتغلوا أكتر وأكتر. زي جورج دانزيغ. مين ده؟ جورج ده كان طالب دراسات عليا في الرياضيات في جامعة بريكلي، وفي يوم دخل المحاضرة كالعادة، دخل متأخر بعد ما الطلاب مشيوا والمدرج فاضي، ولقى مسألتين مكتوبين على السبورة وكتبهم على أساس إنهم واجب. لما رجع يحلهم لقاهم صعبين جدا، وقعد أيام يحاول فيهم لحد ما فعلا حلهم. وبعد كده اكتشف إن هم مش واجب خالص، دول كانوا مسألتين رياضة من النوع اللي ملهوش حل، من النوع اللي مش بيتحلوا أصلا. متلازمة المجهود القليل. الطلاب اللي عندهم عقلية ثابتة لما واجهوا المرحلة الصعبة شافوها كأنها تهديد ليهم، كأنها بتكشف نقاط ضعفهم وتحولهم من ناجحين لفشلة. وبالنسبة لهم في سن المراهقة كله عبارة عن اختبار: أنا ذكي ولا غبي؟ أنا شكلي حلو ولا وحش؟ أنا كول ولا نيرد؟ أنا فايز ولا خسران؟ وبالنسبة للعقلية دي الخسران بيبقى خسران على طول. علشان كده كتير من المراهقين بدل ما يركزوا في التعلم بيركزوا على حماية صورتهم قدام الناس، وطريقة من الطرق دي إن هم ما يبذلوش مجهود خالص. ودي نفس الظاهرة اللي شفناها برضو مع طلاب أذكياء جدا زي نادجة ساليرنو اللي فجأة يبطلوا يشتغلوا. في الحقيقة طلاب العقلية الثابتة بيقولوا إن هدفهم في المدرسة هو إنهم يعملوا أقل مجهود ممكن، وكانوا بيوافقوا على جمل من النوع اللي زي هدفي في المدرسة إني أعمل أي حاجة بأقل مجهود ممكن علشان ما تعبش. الناس ساعات بتشوف إن دي طريقة تفكير للمراهقين يثبتوا بيها استقلالهم عن الكبار، بس كمان هي وسيلة لحماية نفسهم. هما شايفين إن الكبار بيقولوا هنقيس مستواك ونشوف انت شاطر قد ايه، فهم بيردوا لا، مش هتشوفوا اي حاجة.
جون هولت التربوي المعروف قال إن دي لعبة كل البشر، بيلعبوها لما يحسوا إن في حد بيحكم عليهم. يعني أسوأ طالب كان عندنا كان بره الفصل إنسان ناضج وذكي ومثير للاهتمام أكتر من أي حد في المدرسة. إيه اللي حصل؟ في وقت ما حصل انفصال بين ذكائه وبين المدرسة، لكن بالنسبة للي عندهم عقلية النمو الموضوع ملوش معنى إنك تبطل تحاول. هم شايفين إن سن المراهقة ده وقت الفرص، وقت تتعلم حاجات جديدة، وقت تكتشف إنك بتحب إيه وعايز تبقى إيه في المستقبل. وفي جزء تاني هبقى أحكي لكم عن مشروع عملناه مع طلاب الإعدادية علشان نعلمهم عقلية النمو. بس دلوقتي خليني أقولك حاجة حصلت أول ما عرفوا الفكرة دي. في مرة كنا بنقدم لهم الفكرة لأول مرة، وفجأة جيمي اللي هو كان أكتر واحد فيهم كان باين عليه إنه فاقد الأمل ومش بيذاكر، بصلنا والدموع في عينيه وقال لنا يعني أنا مش لازم أفضل غبي على طول. ومن اليوم ده حياته اتغيرت، بقى يقعد بالليل يذاكر بعد ما كان مش بيقرب من الواجبات خالص، بقى يسلم شغله بدري علشان ياخد تعليقات ويعدله. لأول مرة آمن إن الاجتهاد مش حاجة تكسفه أو تضعفه، الاجتهاد هو اللي هيخليه أذكى. الذكاء مش ضعف. في صديق قريب مني اداني حاجة كده هو كتبها، كانت زي قصة شعرية وفكرتني بجيمي والمجهود اللي فجأة طلع منه لما اكتشف إن عنده القدرة يتغير. القصيدة دي عن موقف حصله وهو في تانية ابتدائي مع مدرسته مس بير، اللي طلبت من كل طالب يرسم حصان على الورق ويقصه، وبعدين علقتهم فوق السبورة وقالت لهم الحصان بتاعك هيجري بسرعة دماغك، كل مرة تتعلم فيها حاجة حصانك هيتقدم. صاحبي ما كانش مقتنع قوي بحكاية الدماغ دي، لأن أبوه كان دايما يقوله انت لسانك سابق دماغك ومخك مش مكفيك. وفعلا حصانه كان واقف مكانه عند خط البداية، في حين ان باقي الطلبة دماغهم بدأت تدخل في السباق، خصوصا هانك وبيلي العباقرة بتوع الفصل واللي خيولهم سبقت الكل من أولها. بس صاحبي ما استسلمش، عشان يطور نفسه كان بيقعد يقرأ الكوميكس مع مامته، وكان بيلعب ألعاب مع جدته ويحسب النقاط بنفسه. وفجأة حصانه الرشيق طار قدام زي الحصان الأسطوري. على مدار الشهور بدأ يعدي كل واحد ورا التاني، وفي نهاية السنة بشوية كان حصان هانك وبيلي سابقين بحبتين. ولما جرس آخر يوم في المدرسة ضرب، حصانه كسب، وقال لنا ساعتها أنا عرفت إن عندي دماغ وعندي الحصان اللي يثبت ده. أكيد التعليم مش المفروض يبقى سباق، بس السباق ده هو اللي خلى صاحبي يكتشف دماغه ويبدأ يربط نفسه بالتعلم والمدرسة.